للصاله واعتداء على الاعضاء وضرب وهبد ورزع. انا حضراتكم معايا قائمه الاسماء اللي محبوسه 15 واحد، منهم 14 من الاسكندريه وولد وحيد من القاهره. انا مش هقول الاسماء بالكامل بس عشان تعرفوا الاسماء معايا: مؤمن ومروان ومحمد واحمد ومصطفى ومحمود وعبد العزيز واحمد وعمرو ومصطفى وعماد وكريم ويحيى ومحمود. كريم ده من القاهره، الوحيد من القاهره. هقول لحضراتكم المواليد: مؤمن مواليد 95 طالب، مروان مواليد 94 طالب، محمد السيد او محمد بس عفوا مواليد 91 طالب، احمد مواليد 92 كله طالب، كلهم طلبه. احمد الثاني 93، مصطفى 94، محمود 94، عبد العزيز 92، احمد 94، عمرو 97، مصطفى 97، عماد 92، كريم ده اللي من القاهره الوحيد 96، يحيى 92، واحد بس الاخير محمود ده 89 بدون عمل. هل ده مقبول يا جماعه؟ ادي المواليد كلها. اكبر واحد مواليد 89 يعني عنده ايه 21 سنه. اصغر واحد مواليد 97، اتنين مواليد 97، وواحد مواليد 96، وادي ثلاثه اربعه مواليد 94، وواحد مواليد 95، وواحد 91، وواحد 93. دول ولادنا. ادي الصور. انا بس بعرض لكم بعض اللقطات. دول على النفق بيضربوا العربيات، 19 عربيه اتحطمت، 19 عربيه اتحطمت والمرور وقف عشان مباراه كره يد بين الاهلي واولمبي. عشان مباراه كره يد بين الاهلي واولمبي ليه واقفين على النفق ضرب عربيات وتكسير عربيات؟ بصوا حضراتكم ليه الصور دي اول مره تطلع. مش عايز اقول لكم زميلنا وليد السنوسي يعني مشكورا بذل مجهود خرافي عشان يجيب الصور دي، وعشان الشريط يتفتح لازم تحوله لنظام ومن نظام لنظام، وفريق العمل يعني بقى له فتره عمال يشتغل فيه. بصوا حضراتكم كل ده اهو حرب بالطوب. خلي بالكم لعيبه اتصابت، لعيبه اتعورت، لعيبه اتنقلت المستشفى. بصوا حضراتكم، بصوا سعادتكم، بصوا الدنيا عامله ازاي. كل ده وعربيات ماشيه والطريق اتقطع والطريق اتوقف والعربيات بدات تجري والولاد نفسهم معرضين للخطر. مش عارف ليه. المباراه بالاهلي الاولمبي كسب 25 23 ما يكسب، ايه المشكله؟ الاهلي كسب ما يكسب، ايه المشكله؟ لكن نصل الى هذه الدرجه. 14 ولد من الاسكندريه من مشجعي الاهلي عشان اكون واضح، واحد من القاهره. ليه؟ اثنين من لعيبه الاهلي اصيبوا اصابات بالغه برضه. ليه؟ ايه اللي حصل يا جماعه؟ ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ايه اللي وصلنا للحدوته دي؟ وبعدين يقول لك اصل الشماريخ دي عناد في اتحاد الكوره. ده ما فيهوش اتحاد كوره. ده ما فيهوش اتحاد كوره. يعني الاولاد بايتين في الاسم ولا بايتين في الحجز بقى لهم 3 ايام، والنهارده بتكرر حبس تاني 4 ايام على ذمه التحقيق. وفي 2 من القُصّر اتحولوا للاحداث. وعملت ايه يا جماعه؟ ليه؟ ايه المنظر ده؟ ليه يحصل قدام نادي الاولمبي العريق الكبير؟ ايه اللي حصل ده؟ ماتش هاندبول، ايه المشكله؟ ايه الحدوته؟ يقول لك اصل ازاي جمهور الزمالك اقتحم الاستاد يوم الشرطه وجمهور الاهلي ما معقول يا جماعه؟ ايه التحدي ده؟ وبعدين تلاقي بقى ايه بيانات دلوقتي على الصفحات الرئيسيه بقى، بيان اننا لن نعيش الا احرارا والثوره التي خلقناها. انت ما خلقت الثوره، انت كنت شاب زي كل الشباب اللي كانوا متحمسين. انت كان ليك دور جميل زي ما غيرك كان ليه دور، وخلاص انتهى الموضوع. انت كنت واحد من ضمن الملايين اللي خرجت ونزلت. ايه حرب الشوارع دي؟ ايه حرب الكر والفر اللي موجوده دي؟ ليه؟ ايه ده يا جماعه ده؟ والعربيات تحت بتتكسر، العربيات قدام النادي بتتكسر، والعربيات جنب النادي بتتكسر. بصوا حضراتكم الشكل عامل ازاي؟ بصوا حضراتكم الشكل، الناس في حاله ذهول. تعالوا نعرف ايه اللي بيحصل قدام استاد القاهره. ماتش الاهلي والزمالك في كره السله. مساء الخير يا علاء. مساء الخير يا كابتن شوقي. قول لي الدنيا عندك. لحضرتك وكل مشاهدي مدن الكوره في كل مكان. انا دلوقتي قدام صاله 2 في استاد القاهره مجمع الصالات، مباراه الزمالك والاهلي في كره السله. نعم. بنشوف الاجواء ساخنه لكن خارج الملعب. جماهير الاهلي بدات التجمع من الساعه 4 امام بانوراما حرب اكتوبر، ثم بدات بالتزايد مع اقتراب موعد بدء المباراه. المباراه الساعه كام؟ المباراه الساعه 6 كده. نعم يعني بدات. المباراه من 10 دقائق. نعم. النتيجه دلوقتي 12-5 الزمالك الشوط الاول. نعم.
جماهير النادي الاهلي بدات في التزايد من 4 ل 5 ونص يا كابتن. بداوا بعد كده التوافد على بوابه 5، البوابه المؤديه الى صاله 2 اللي مقامه فيها احداث المباراه. فشلوا في الدخول من صاله 2. كانوا مقدمين من معاك يا علاء معاك. كانوا مقدمين الكابتن من صلاح سالم الى بوابه 5. بدا بعد كده التوجه الى صاله 7 الى بوابه 7 في صاله 3 كابتن. نجحوا في اقتحام البوابه وكسر السلسله او الخاصه مع عدم تواجد امني على هذه البوابه. وبالفعل قدروا يوصلوا الى مدخل الصاله، ولكن الامن كان متواجد بشكل مكثف عند هذه الصاله. كابتن شوبير مع محاولات الامن ومع العقلاء من جماهير الاهلي نجحوا في ابعاد جماهير الاهلي عن هذه الصاله. وكان القرار اللي اتخذوه بناء على عدم وجود ما لا يوجد في اللائحه حاجه بتمنع حضور الجماهير. يعني مفيش عقوبه كابتن من حضور هذه المباراه. لائحه كره السله مفيش عقوبه بتقول ان في عقاب على الفريق اللي جمهوره هيحضر، بالرغم ان في قرار بعدم حضور الجماهير لهذه المباراه. طب هل في جماهير للزمالك ايضا ولا جماهير اهلي فقط؟ لا، جماهير الاهلي فقط. بس يعني انا قاري ان جماهير الزمالك حاطه بيان على الصفحه بتاعتها كمان ان هم هيروحوا وان الصالات دي ملكهم وبالتالي هيكونوا متواجدين في المباراه. بالفعل يا كابتن، يعني توجهنا كان في معلومه ان جماهير الزمالك هتتواجد امام المنصه بشارع في الاستراد. لكن وصلنا هناك ما كانش في اي تواجد جماهير الزمالك. طيب علاء، السؤال، هل كل ما يحدث هم بيحاولوا يدخلوا الملعب دون اضرار؟ يعني ما فيش طوب، ما فيش ضرب، ما فيش مشاجرات، هي كل ما في الامر محاولات للاختراق لدخول الملعب؟ محاولات للاختراق، ولكنها محاولات يا كابتن يعني سلميه، ما كانش فيه سلميه يعني اقتحام بوابه 7. كل ما في الامر ان هم عايزين يخشوا الملعب. كان في توافد بحيث انهم يدخلوا الملعب نفسه، لكن كان في تواجد امني بشكل مكثف، وكان في مناقشات بين افراد الامن مع الالتراس او الممثلين للالتراس. وبالفعل يعني هم متواجدين حاليا لكن خارج امام بوابه 5. لكن ما فيش ضرب، ما فيش طوب، ما فيش تكسير، ما فيش تحطيم، ما فيش خروج عن النص. لا ما فيش خروج. الخروج هو محاوله تغيير النظام ودخول ارض الملعب. بالفعل يا كابتن. شكرا علاء. خليني ارجع لاسكندريه والصوره اللي قدام حضراتكم، ما تستغربوش بالاسم لان احنا اشترينا الشريط بالاخر كده يعني عرفنا الشريط عند مين ورحنا كده بمنتهى الامانه. يعني انا اصلا ما بعرفش الف وادور يعني. ففي النهايه قدرنا نحصل على الشريط عشان بس تبقى معلوماتنا موثقه. هذا هو المشهد عقب مباراه في كره اليد بين الاهلي والاولمبي. ان لم تخن الذاكره اتلعب حتى الان يمكن 1000 مباراه بين الاهلي والاولمبي في كره اليد، ان لم تخن الذاكره. يعني لانه الاولمبي ليه تاريخ في كره اليد والاهلي طبعا ليه تاريخ ايضا كبير جدا في كره اليد، وبالتالي بتقام المباريات. والدوري في الهاندبول على طول في دورات مجمعه. ادي عربيه محطمه، انا بقول لحضراتكم صور ما شفتوهاش قبل كده خالص. عربيه ثانيه محطمه متكسره لمباراه كره اليد. الحضور الجماهيري قليل جدا. ادي العربيات اللي متكسره، وادي الناس في حاله ذهول، الناس مش مصدقه. يعني اذا كنتوا يا شباب بتقولوا ان انتوا كان لكم دور في الثوره، فانتم بتفسدوا هذه الثوره بوضوح تام باللي بيتعمل هنا وفي بلطيم وفي سوهاج وفي قنا اذا كان الناس دي كلها بتقول ان كان لها دور في الثوره، فاتصور انه ده بيفسد الثوره. والامن لا حول ولا قوه. الامن صامت ساكت هادئ مستكين. يعني عشان خاطرنا بلاش، الله يبارك فيكم معلش، لانه طبعا حقوق الانسان موجودين وهتبقى الدنيا هتقوم مش هتقعد. فالله يخليك يا حبيبي معلش، خد صاحبك وامشي، مفيش داعي. بقت بصوا حضراتكم وكل الرتب موجوده، يعني مش حاجه. طب ادلع بس، ما اقدرش اعمل اكتر من كده.